مونديال 22. ايه طبعا. وتتذكر قلت لكم اغنيه ما شافوهاش؟ تتذكرها؟ تذكرتها. ما شافوهاش ما شافوهاش. تو المره هذه المغرب باش تعملوا لهم اغنيه اخرى ما تصدقوهاش، لانه المغرب الان وباجماع الناس اللي تفهم كوره، مش احنا مجاملات خاطرنا عرب. صحيح. حتى في اوروبا حتى في امريكا بيتحدثوا على المغرب وانه من 8 منتخبات القويه في العالم، وهو حتى ترتيب الفيفا المغرب في المرتبه السابعه. المغرب عنده كل الامكانيات. المغرب سامحوني كل الفرق العربيه الاخرى مع احترامي له واولها تونس والجزائر اللي عنده فريق ممتاز، عندك الحق عنه، لكن المغرب درجه اخرى. المغرب يمكن ما تنجحش افريقيا، اما عالميا المغرب مستواه رائع. وقت اللي عندك لاعبين في المغرب يلعب لك في البي اس جي، ويلعب لك في الشامبيونز ليج، ويلعب لك في البايرن، ويلعب في مانشستر يونايتد، ويلعب، هذاك هو المستوى العالي، لو جرو نيفو. واليوم الفريق المغربي عنده نقطة ضعف. شنو هي نقطة ضعف؟ وانه عنصر مفاجأة متاع 2022 ما عادش معاه. الكل سيكون حذر. اليوم المغرب نحتاطوا منه. اليوم المغرب ما عادش يهبطوا معناها بعقليته انه تي المغرب. لا، اليوم المغرب يخوف. هذا ربما الحاجة اللي ما تنفعش المغرب، ولكن المغرب ينفع روحه. المغرب عنده فريق الحقيقة وعنده لاعبين استثنائيين. يلعب في ريال مدريد، الراجل يلعب في ريال مدريد، واحد من الملاعبية. هي عندك فريق سامحني يلعب في المستوى العالي جدا. هذاك علاش نقول بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي سيكون مرة أخرى سفير الكرة العربية والإفريقية في المونديال هذا بكل تأكيد. وهم يتفائلون بمحمد وهبي اللي تحصل على مونديال الشباب، وربما على الأقل يطمحون المنافسة على هذا المونديال. الكثير من الأرقام اللي موجودة في هذا المونديال، خاصة أرقام قياسية، عدد المنتخبات، عدد الأماكن، عدد المدن، عدد الملاعب، الكثير من الأشياء الاستثنائية في هذا المونديال. هناك من يراها إيجابية وهناك من يراها نقاط سلبية. سنتحدث عن الكثير، ولكن دعوني أبدأ مع الكابتن توم أو الكوتش أو المستر، أسميه الكثير من المسميات، لكن خليني أبدأ معك الآن مستر عن هذا المونديال الذي سبقه الكثير من الانتقادات حول عدد الدول، عدد المنتخبات. كيف ترى هذا الأمر؟ هناك طريقتان للنظر إلى هذا الأمر. أظن أنه حقا لأمر جيد جدا أن نرى تواجد مزيد من المنتخبات الإفريقية والعربية من الشرق الأوسط، ولكن في الماضي كانت هناك العديد من الدول الأوروبية. لذلك إذا أردنا أقل عدد ممكن من الدول الأوروبية يجب أن لا تتأهل هذا العدد الكبير من الدول الأوروبية. هناك بالتأكيد العديد من الدول العربية مثل العراق التي تستحق تتواجد في هذا المونديال. نتحدث عن شيء جديد، وهو التشكيك في المستوى الفني في ظل هذه المنتخبات التي يراها البعض لا يليق بها اسم كأس العالم. who don't deserve to be in the FIFA World Cup. ولكن في الأغلب هذه بلدان أوروبية. قلت لبعض وسائل الإعلام البلجيكية، بوسنا، النمسا لا تستحق أكثر من العراق أن تتواجد في هذا المونديال. لذلك أرى أنه يوجد أيضا العديد من الدول العربية التي تستحق كذلك التواجد في هذا المونديال. هذا الإنصاف للمنتخبات العربية كابتن فتحي دعنا نقول بأنه يأتي من اسم صال وجال في أفريقيا وفي الوطن العربي. هل ترى بأن هذا جيد؟ خاصة اليوم نرى الأردن لأول مرة، نرى العراق بعد 40 سنة، نرى التكرر تواجد تونس. استفدنا أم لا نحن كعرب بجانب من التودد لبعضنا؟ استفدنا ولا لا من هذا التواجد لعدد كبير؟ أنت تحب مجاملة ولا تحب نحكي الكورة معناها؟
الحقيقة تحب مجاملة واستفدنا. أنا جينا 8. السلام عليكم، أنا جينا. تحب كورة مستر توم، وتقول له مستر، ما تقوليش مستر، حتى انا نقول انت مستر. كبير الاساتذه. لا بالطبع معناها 48 بلد، هذا قرار شعبوي، هذا قرار سياسي. انفونتينو يعمل في السياسه، هو كان يقع انفونتينو 180 دوله و200 دوله يعملوا يشاركوا في كاس العالم. نحكيو على مستوى كوره باش نشاهدوا مقابلات الحقيقه معناها ما تليقش حتى بمستوى بطوله محليه، لانه ثم تفاوت كبير جدا بالمستويات. انا نجم نقول لك وانه الدور الاول تقريبا اللي فيه 48 فهو مقابلات العباد مش في الشهاده تماما، لان مقابلات ما تعني حتى شيء، مش هذا مستواه. نحب نقول لك بكل صراحه 48 دوله يطيح قدر كاس العالم. وقت اللي 48 دوله يشاركوا في كاس العالم ونعرفوا مستويات العديد من البلدان اللي ترشحت باستحقاق وصح عليها وماذا بيا أن يكونوا موجودين، ولكن أنا نحكي على كأس عالم. راهو كأس عالم مرة في ال4 سنوات باش نشاهدوا كورة في مستوى عالي، نشاهدوا كورة تقعد في التاريخ. صحيح. كما تقعد في التاريخ. أنا نذكر كأس العالم تاع عام 70، أول كأس عالم عشتها متاع في المكسيك، كان كأس عالم عالمية. صحيح. اليوم كأس عالم تاع كأس عالم تاع سامحني مستويات معناها هي كأس عالم بالليل، فما مقابلات باش نرقدوا بطبيعتنا معناها باش يجينا النوم فيها. الحقيقة معناها تحبوا الحقيقة، أنا دون مجاملات بطبيعة الحال نتمنى وأنه كما قال مستر توم وأنه البلدان العربية تكون حاضرة، لما لا الأردن والعراق وقطر تونس والجزائر والمغرب اللي هما خير ربما من مستوى بعض البلدان الأوروبية. يقول لك الأوتريش النمسا وبوسنا نتمنى هذا الكل، ولكن الحقيقة بين التمنيات وبين الواقع ننتظروا. أكيد التقييم يبقى لكم أنتم كأسماء موجودين معنا. نسأل عادل اليوم احنا رجعنا لكأس العالم في أمريكا الشمالية، كأس العالم مباريات متاع الليل، كأس العالم اللي طرد وجمهور ونرفزة وتذاكر عالية. كأس العالم المكسيك مختلف، وقال لك الكابتن ردنا للسبعينات. بالتاكيد عبدو، احنا نتكلموا عبدو اليوم على كاس عالم زي ما قال الكابتن فتحي. كاس العالم هو مرحله بعد 4 سنوات انك انت جاي بتشوف كوره على مستوى عالي. عيانا مثلا من دوري ابطال افريقيا، عيانا من المنتخبات العربيه، عيانا من المباريات الضعيفه في بعض الاحيان. اليوم نبوا النخبه، نبوا المنتوج، نبوا زي ما شفنا كاس عالم 82 في اسبانيا من افضل واروع كاس عالم لعب. شفنا كاس عالم 86 لقبت بمونديال ديغو مارادونا. شفنا كاس عالم 90 كان على اعلى ما يكون. هنا لماذا؟ كان المنتخبات قليل ولكن كان المنتوج كثير، كان معناها المواهب. لما تشوف زي مثلا زي الفتره روبرتو باجيو، وتشوف مثلا ديغو ارماندو مارادونا، شفنا زيكو، شفنا سقراط، شفنا رونالدو رونالدينو، شفنا روماريو، وهكذا. نتكلم كذلك على تشيفو منتخب بلجيكا، كان في يوم ما كارلاتو وبونييك من بولندا. أتكلم كذلك جورج حاجي وبيبيسكو وردت شو كانوا من منتخب رومانيا. كان يا عبد الرزاق يطلعوا الظاهرة فقط تلقاها موجودة في كأس العالم، لأنها هي أحق بالتواجد في كأس العالم. اليوم نتكلموا مع احترامي اللي مسمي لك منتخبات، شو بتقدم لكأس العالم؟ بالعكس مش حتقدم شيء، زي ما قالت مباراة ضعيفة، مباراة دون المستوى. ولكن الاتحاد الدولي يا عبد الرزاق، الاتحاد الدولي ما تسمعش ان الاتحاد الدولي عادل وانه مظله وانه هو يحكم في كره، ما يحكمش في كره القدم. هي اصبحت اليوم دول تحكم في الاتحاد الدولي وتمشي في الاتحاد الدولي. الدليل حكم صومالي يتم طرده وهو تحت حمايه الاتحاد الدولي. حنجيك عادل للتدخل وكيف تعامل معاه الاتحاد الدولي، وحنجيبوا حتى اللقطات نتاع الاستقبال نتاعه. يهم كثره المنتخبات ويهم يطول كاس العالم للدعايه وللاعلان وللاموال ولكن في النهايه يا عبدو النتيجه حننتظروا من الان التاهل للدوري ال16 والدوري الثماني والرباعي. من هنا حتبدا الجماهير تتبع في كاس العالم بكل تاكيد.
كوتش دعني أسألك الآن، يتحدث الجميع عن انتقادات، بدأوا بفتح النار الكباتن عن تنظيم هذا المونديال، والكثير يقارن هذا الأمر بمونديال قطر الذي وصف بأنه مونديال الأجمل عبر التاريخ. لكن هناك أصوات أخرى تقول بأن كل مونديال فيه انتقادات. بالتأكيد دائما يوجد الانتقادات، ولكن الولايات المتحدة الآن الولايات المتحدة تقوم بحرب ضد إيران، فنزويلا، كوبا. هذا ليس جيدا. وكأن الولايات المتحدة تقول أنه لا يملك كل الناس نفس الحقوق. التوقيت يمكن تغييره في اليابان، الولايات المتحدة، الأرجنتين، الاختلافات في التوقيت، ولكن توجد العديد من الأسباب التي تمنع لعب كأس العالم في الولايات المتحدة. كأس العالم في قطر كانت حقا مثالية. أنا خائف أنه سيوجد هناك مشاعر متبادلة، وفيما يخص ما قاله زملائي فيما يخص الأدوار القادمة سنشاهد دور 16 والأجدر سيبقى، ولكن لا أزال أظن أنه علينا أن نقلل من عدد المنتخبات الأوروبية والمزيد من المنتخبات الأفريقية. لا تنسوا أن نيجيريا، الكاميرون ليست موجودة مع أنها من أفضل المنتخبات الإفريقية. العراق في سنة 2007 كان المنتخب الفائز بكأس آسيا. لذلك أنا أظن أن هذه البلدان ستلعب كأس عالم جيدة، ولكن أظن أنه أيضا أمر سيء أن تلعب في الولايات المتحدة. كابتن فتحي، هذا تمهيد للحديث عن المقارنات. افتتاح قبل أن نتحدث عن التنظيم، التأشيرات، الارتفاع في أسعار بيع التذاكر. الآن نتحدث عن مقارنة مع قطر اللي أنا أراها علت السقف بالنسبة لكل دولة تطمح أنها تنظم كأس عالم. هذا أولا. ثانيا نتحدث عن وصف هذا المونديال بأنه مونديال تجاري. ساعة كأس العالم متاع قطر ما عادش تعاود في حتى منطقة في العالم، حتى بلاد ما هي قادرة باش تنظم كأس العالم اللي نظمتها قطر. في قطر تنجم تشاهد 3 مقابلات في يوم. صحيح. في قطر تخرج من الملعب تدخل في ملعب، ثم في قطر في توقيت إنساني عادي، مش توقيت الجهنمي اللي تو راهو فيه. معناها انت تحب ترقد بكري بالك، بس مش نرقد بكري، هذا ما يرقدش جيم. هذه كأس العالم للبطالة، كأس العالم للشمارات. معناها يسهر يتفرج ويرقد ما عادش يخدم. معناها الانتاج والانتاجية امسح مات. لهذا نقول انا كأس العالم هذه بتاع امريكا فتحت لي عيني على حاجة اللي احنا نعرفوها والعالم الكل يعرفها. الامريكان مستر توم يعطيوا دروس للعالم، وما أولى ناس يحفظوا دروسهم. يعطيوا دروس للعالم في الديمقراطية والحرية، وما أول ناس يسكروا على عباد. يعطيوا دروس للعالم، انتقدوا قطر على ما يحصل في، انتقدوا روسيا في كأس العالم 2018، انتقدوا البرازيل 2014. اليوم تبي تلعب ما تبيش صريحة. واليوم هم مسكرين على العالم وينظموا في كأس العالم. اليوم كأس العالم في أمريكا. أنا أكثر حاجة لليوم خلتني، وأنا الحقيقة كانت ردة فعلي حينية يوم القرعة متاع كأس العالم. انفونتينو يخلق جائزة لأول مرة في تاريخ الكورة، سماها جائزة السلام للفيفا. أعطاها لشكون؟ أعطاها لترامب باش يعوض له جائزة نوبل اللي ما خذاهاش. هو قالوا جائزة السلام نتاع الفيفا. يا أخي هو حل الحرب على العالم الكل. حل الحرب على العالم الكل. معناها سامحني، إذا كان فما نفاق واحنا يتهمون العرب بالنفاق، النفاق هما يعطيونا دروس فيه. ولهذا نقول كأس العالم هذه صحيح حدث استثنائي، كما قال خويا عادل كأس العالم راهي الزبدة متاع الكورة في العالم، الزبدة متاع الكورة.
معناها كنا نتفرج في مقابله تقعد 5 10 20 سنه تتذكرها. مش نتذكر 100 واش مقابله معناها، وبعد نصف الليل كلها معناها واحد بين نومين يتفرج. ولهذا نقول وثلاثه بلدان لاول مره في مش 3 بلدان، 3 قارات. صحيح. 3 قارات، أكثر من 4000 كيلومتر بين المسافة بين بعض المناطق التي تقام فيها المباريات. ويقول لك احنا امريكا، تعرف قال لك زي المسافة بين طهران وباريس. يا ولدي مش عادي معناها. واحد لا الفرق معناها والعذاب الأليم، هل أنه اللي تعاني فيه بالله خلينا نتحثوا كورة ولكن نتحثوا على الجانب الإنساني. رغم أنها أقيمت في روسيا وفي مسافات كبيرة لم تتلقى هذا الانتقادات تلك النسخة. لا بالطبع ما تنجمش، لأن في مكان واحد. لا وهذه اسمع شوف بزنس. صحيح. تجارة بالله تجارة. هذا اللي يهمها. بالله سمعني، أمريكا وكندا ومكسيك كل واحدة من البلدان الثلاثة تنجم تنظم وحدها كأس عالم، مقسمينهم. وفما بلدان تو بالله أكبر فضيحة بالنسبة لي أنا كإنسان كمواطن، قطع النظر عن ديانتي وقطع النظر عن انتمائي. هل يعقل أنه فريق إيران يقيم في المكسيك يمنع من دخول أمريكا، ولكن عنده مقابلات في أمريكا، ياخذ الطائرة الصبح يدخل مباشرة للملعب، قريب الطيارة تهبط في الملعب تدخلهم لحجرة الملابس، يعملوا 90 دقيقة ويطلعوا في الطائرة ويروح. كان قالوا له ما طلعوا بكري. لا غير عادي. هل هذه كرة قدم وبعد تقول لي نتائج وتقول لي حرية عندك علم أنت جيت في ملعب عادل، نبي نسأل حاجة. عادل كل ما نتحدث عن تدخل الدول والسياسة في الرياضة يقول هذا ما فيش منه وانتوا فاهمينها غلط والاتحاد الدولي اصلا هو يستعمل فيها. احنا للاسف كنا ضد عادل. اليوم بقضية الحكم الصومالي ارتان وبقضية عدد التأشيرات اللي حرم منها مشجعين عرب ومن 7 دول عليهم حظر اصلا، فارى يا عادل بان تدخل واضح وصريح، ودليل عليه ان انفانتينو قال لا اتدخل في سياسات أمريكا، وهي أمريكا تدخلت في سياسات الاتحاد الدولي ومنعت هذا الحكم الشاب من أن يتواجد في حدث ممكن العام الجاي النسخة الجاية ما يكونش فيه. قبل كل شيء من هو الاتحاد الدولي؟ الاتحاد الدولي من؟ المنظم الأعلى لا ما فيش، نحوا من رؤوسكم ان الاتحاد الدولي مستقل. أمريكا الاتحاد الدولي. لو تتفكر القذافي الله يرحمه قال الفيفا تعدل وتلغى، ما هوش مقبول القذافي، عنده نظرة ويعرف كل كبيرة وصغيرة على كرة القدم. وفعلا بعد ما قالها القذافي بعدها بسنوات قليله تمت اقاله بلاتر وشفنا الرشاوي هو ميشيل بلاتيني. اليوم زادت بت كلام القذافي. كيف يا عبدو؟ لما اليوم انت تطرد حكم صومالي جاي ما هو جايك انت يا امريكا، هو جاي للفيفا، هو هذا برعايه الفيفا. اليوم كيف انت ما حميتيش يا فيفا اليوم وقلتي هذا تبعينيه ويخش عن طريقينيه وحكم؟ هذه اكبر اهانه واكبر ضربه اليوم وصفحه في وجه الاتحاد الدولي، اللي الناس تقول لا انا بعت الاتحاد الدولي ورد علينا، الاتحاد الدولي اعطاني الاحقيه. كيف اعطاك الاحقيه والشرعيه هو نفسه ما هو الشرعي مع نفسه؟ الشيء الثاني يا عبد الرزاق، لما نتكلموا عن الاتحاد الدولي اليوم، الاتحاد الدولي هو العداله الاداره، رفع المباراه والكره كاس العالم اجمل شيء نستنوا فيه رفعه ل3 دول و3 مش تاعين كوره، ما عندهمش تاريخ في الكوره. يا ريت على الاقل مشى للبرازيل، مشى للارجنتين، مشى لناس لما يبوا تجاره ويبوا استثناء وعدد دول زياده وعدد مستضيفين زياده المفروض يمشيوا لمناطق فيها كره قدم، داروا ايطاليا، المانيا، فرنسا، هذه المنتخبات اللي او الدول اللي عندها اصاله في كره القدم، انجلترا مثلا، بلجيكا مثلا. هو اغلبيه العالم واغلبيه الفرق والمنتخبات اللي تشوفها دائما في اوروبا كره القدم، حتى تشوفها من ياسسها الانجليز، اصلها في اوروبا. انت المفروض على الاقل معناها تاخذ فرق، تاخذ دول اوروبيه هي اكثر نجاح. اليوم زي ما قال الاستاذ فتحي، قطر ابهرت العالم، السعوديه قادره، اليوم المغرب قادره. شفنا كاس عالم 2010 في جنوب افريقيا ولا اروع. ولكن اليوم جنوب افريقيا وقطر ونحكوا عليهم الدول العربيه او الدول الافريقيه ما ترضتش حكم، ما ترضتش منتخب. اليوم المنتخب السنغالي يفتش ويهان يا عبد الرزاق، مش معقوله. منتخب مع نجوم العالم واخذ كاس افريقيا اليوم يفتش بهذه الطريقه المهينه في مطار في امريكا، من هو تفتح الحقائب
ومعناها وينزعوا البدله الرياضيه نتاعهم، يعني شنو جايب تحته هو. ونشوفوا في الطريقه المحترفه ينتقدوا في افريقيا واللي صاير فيها، يعني كان هدايا تنافق منهم هم، ان الملاعبيه اللي يلعبوا عندهم وملاعبيتهم وكذا لما يمشوا لافريقيا ولادغال افريقيا يقولوا لا نعامل بشكل جيد. اليوم شفنا المنتخبات اللي للاسف دولها ضعيفه على مستوى السياسه وعلى مستوى التاشيره وعلى مستوى الباسبور يهانوا في كاس العالم هذا. امريكا قال لك امريكا زعيمه العالم الحر، وهي من زعيمه العالم الحر، عرفت؟ هي لا، هي مغتصبه العالم وهي محتله العالم. اللي ما يجيش بالقوه نجيبها باللوائح ونجيبها بالقوانين ونجيبها. وهذه الادارات اليوم مع الاتحاد، اليوم الاتحاد الدولي اثبت يا عبد الرزاق انه هو معناها يمشي باوامر امريكا وبعض الدول الاخرى. تفضل سي فتحي. لا بالله على الحكم الصومالي استقبل ابطالها في بلادها، في بالهم باش يهينوه يا اخي، ولا هو رمز كاس العالم. صحيح هذه صحيح. العالم الكل ما يحكيش كرة قدم، يحكي على الحكم الصومالي. معناها جاته هدية حياته كاملة ما ينتظرهاش. صحيح. لأنه إلى حد أنه ولاد القارة متاعه اللي يحميوها في القارة متاعه ما حماوهاش. الكونفدرالية الأفريقية لكرة قدم، الفيفا قالت له ولا غالب شيء أقوى مني. من كرمه اليوم؟ الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي يكرمه، اليوفا تكرمه، تعطيه مقابله. باستثناء راهو انه هو يكون حكم من خارج الاتحاد الاوروبي، يعني هذا تكريم ليه وتحدي للفيفا. تحدي للفيفا، وذاك اعتراف من الاتحاد الاوروبي للعالم، لان الاتحاد الاوروبي شنو هو نظم كره قدم ولا؟ صحيح. يقول لهم يا عالم راهو انا حشمت في بلاصتهم، انا راهو حشمت في بلاصه الفيفا، انا حشمت في بلاصه الفيفا، انا حشمت في انا نحب نكرمك، اللي هو بعيد علينا تماما، بعيد على اوروبا، ولكن نقول صح عليك، صح عليك الحكم الصومالي. وشوف التصريح، خلينا نسمعوا كلام انفانتينو. ايش قال انفانتينو بعد المهزله؟ قال امريكا من حقها عندها قوانينها ونحترموا قوانينها. وانت شو تدير معناها انت هذا ملعبك، هذا الحكم تبعك. هو عنده زوز بطاقات وصفاره يا عادل. منتخب اوزبكستان تم اهانته، مدربهم كان نافارو، قال لو رئيس الاتحاد الكوره الاوزبكي يقول لي نرجع اليوم، لو يعطيني الامر نرجع. صحيح. مش معقوله يا عبدو. خلينا نمشي للمنتخبات الاخرى بسرعه. نبدا الكابتن عادل مع منتخب عربي يراه الشارع العربي والجماهير العربية بأنه من أحد أقوى المنتخبات اللي ممكن تنافس المنتخب الجزائري. اليوم المنتخب الجزائري يقوده عدد من النجوم اللي يروا بأنهم قادرين على الأقل على إعادة بعض التاريخ للمنتخب الجزائري في المونديال والأجيال التاريخية والكبيرة. شو رأيك يا عادل؟ أولا عبدو خلينا نتكلم معك بصراحة، والله يعني حنكون أول وداعم أول مشجع للمنتخبات العربية، لأن هذه هويتنا وهذه منتخباتنا، وهنا التحدي بتاعنا مع المنتخبات العربية. احنا يكفي ليبيا ما ترشحناش، على الأقل نشجعوا منتخباتنا جيراننا ونشجعوا بقية المنتخبات. هذا في الفعل لو نتكلموا على منتخب تونس عبدو ما تحملناش مثلا ان منتخب تونسي غادر مبكر، منتخب جزائري غادر مبكر، منتخب مصر فرضنا لا، احنا نبغى المنتخبات هذه تمشي، كل ما تمشي للتصفيات النهائيه كل ما يكون شرف لنا احنا. انت شفت المغرب لما وصل للدور نصف نهائي في قطر، شرف لكل العرب يعني بصراحه. اليوم تتكلمت عبدو عن منتخب الجزائر مع فلاديمير، الجزائر بصراحه لديها منتخب قوي، يعني شفت المباراه الاخيره امام هولندا واللي فاز بها المنتخب الجزائري بهدف الحاج موسى، حارس ممتاز، تتكلم عليه زيدان، عليه مندي، عليه رياض محرز القيدوم، عليه الحاج موسى، عليه عده لاعبين. منتخب جزائري قادر عبدو، قادر مع المدرب فلاديمير، قادر انه هو يمشي لبعيد. وما ننسوش ان الجزائر معها الارجنتين والاردن والنمسا، انا اتوقع ان هي حتدير مباراه كبيره امام الارجنتين. وعودتنا الجزائر لما لعبت البرازيل وخسرت بهدف في الدقائق الاخيره عن طريق كاريخا، قدم فيها المنتخب الجزائري مباراه كبيره. شفنا الجزائر في 82 مباراه اللي فاز فيها، المباراه التاريخيه على المانيا بهدفي ربح ماجر وبلومي
وذلك الجيل الرائع بسرباح وبن صاولة وبفرقاني وبزيدان جمال زيدان وبعصاد وماجر وبلومي وغيرهم. يعني الجزائر قادرة اليوم نتكلموا على منتخب ممتاز. لكن راهو المجموعة هذه يا عادل عندنا فيها راهو ازدواجية، ما نرضوش تعادلات. الأردن يقودهم جمال السلامي جمال السلامي ويعرف جيدا المنتخب المغربي ويعرف جيدا اللعب نتاع شمال أفريقيا. راهو نتحدثوا اليوم على الأقل نضمن أحد المنتخبين في الدور القادم. شوف عبدو، أنا نتوقع أن الجزائر حيقدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، وأنا هذه متأكد منها، لأن الجزائر في المباراة الكبيرة موجود ويعرف يلعب المباراة الكبيرة. واتوقع 80% الجزائر حيتأهل للدور الثاني. نتوقع أنه حيحقق نتيجة إيجابية أمام النمسا وكذلك حتى أمام الأردن، مع احترامي للمنتخب الأردني القوي، والبصراحة منتخب مع جمال السلامي مختلف اختلاف كامل على منتخب النشامة الأول مع عدة مدربين. اليوم جمال السلامي المغربي زرع في فكر المنتخب الأردني أنك أنت تلعب بإمكانياتك وتلعب بثقة وتلعب دائما للهجوم على حساب الدفاع، وهذا ما شاهدناه. وعندهم حتى أسماء محترفة جاية من أوروبا، يعني الفكر تغير شويه بالنسبه للاردن. شوف اخيرا كاس العرب لعبوا نهائي هم والمغرب، مع طبعا المغرب اللي فازت اخيرا بكاس العرب امام مع طارق السكتاوي، والمغرب طبعا توجهها بعدين اصبحت اليوم منبع للمدربين. نتكلموا عليه عموته، نتكلموا عليه الرقراقي، نتكلموا عليه عده مدربين اليوم يقودهم محمد وهبي. لماذا عدوا؟ لان لما نتكلموا على الجزائر ونتكلموا على الاردن وعلى المغرب وعلى مصر وتونس، خلينا نتكلم على شمال افريقيا بالذات ونتكلم على مصر، المنتخبات هذه عبدوا في تطور مستمر، ودائما على من معتمده يا عبدوا؟ معتمده دائما على اللعيبه اللي تلعب في اوروبا. طالما انت عندك لعيبه تلعب في مستوى عالي وانت قادر انك انت تنافس المنتخبات العالميه والمنتخبات الاوروبيه. ونزيدك يا عادل ان هم راهو عندهم ميزه الروح والجرينتا والقتاليه نتاع انديه نتفق مع السيد افريقيا. مباراه بلجيكا كانت نقولوا احنا ان شاء الله تكون كبوه جواد وينهض المنتخب التونسي، ونعرف المنتخب التونسي في كاس العالم الماضيه هناك من تهكم على المنتخب التونسي، ولكن باش افهمهم بفوزه على فرنسا. اليوم نقول المنتخب التونسي حيقدم مباراة على مستوى عالي، كذلك الجزائر، كذلك المغرب، السعودية، نتكلموا عليه قطر، نتكلموا عليه. حنجيك عادل، حنجيك. عندنا الكثير من المنتخبات، حاولت نقسم بيناتكم بحكم ان العدد كبير وما زال عندنا الكثير نتكلموا فيه على المنتخبات العربية. الكابتن فتحي تراه الجماهير المغربية بأنه وجه السعد وجه الخير. المونديال اللي فات طلع ترند معاهم يقول لهم لا الجايه بتترشحوا، لا الجايه بنمشوا لين وصلنا النص النهائي. اليوم المنتخب المغربي منتخب متجدد بقياده ايضا نجوم كانوا موجودين في المونديال الماضي، اكتسبوا الخبره. اليوم بونو أشرف حكيمي والكثير من الأسماء بقيادة محمد وهبي يروا بأن حان الوقت بالنسبة للمغاربة أن يكرروا على الأقل مشهد المونديال الماضي، وخلينا نقولوا ان عندهم الروح اللي تساعدهم على ذلك. تتذكر مونديال 22؟ ايه طبعا. وتتذكر قلت لكم اغنيه ما شافوهاش؟ تتذكرها؟ تذكرتها. ما شافوهاش. ايه تو المره هذه المغرب باش تعملوا لهم اغنيه اخرى ما تصدقوهاش، لانه المغرب الان وباجماع الناس اللي تفهم كوره، مش احنا مجاملات خاطرنا عرب. صحيح. حتى في اوروبا، حتى في امريكا بيتحدثوا على المغرب وانه من 8 منتخبات القويه في العالم، وهو حتى ترتيب الفيفا المغرب في المرتبه السابعه. المغرب عنده كل الامكانيات. المغرب سامحوني كل الفرق العربيه الاخرى مع احترامي له، واولها تونس والجزائر اللي عنده فريق ممتاز، عندك الحق عنه. لكن المغرب درجة أخرى. المغرب يمكن ما تنجحش إفريقيا، أما عالميا المغرب مستوى رائع. وقت اللي عندك لاعبين في المغرب يلعب لك في البي اس جي، ويلعب لك في الشامبيونز ليج، ويلعب لك في البايرن، ويلعب في مانشستر يونايتد، ويلعب هذاك هو المستوى العالي، لو جرو نيفو. واليوم الفريق المغربي عنده نقطة ضعف. شنو هي نقطة ضعف؟ وانه عنصر مفاجأة متاع 2022 ما عادش معاه. الكل سيكون حذر. اليوم المغرب نحتاطوا منه. اليوم المغرب ما عادش يهبطوا معناها بعقليته انه تي المغرب
لا، اليوم المغرب يخوف. هذا ربما الحاجة اللي ما تنفعش المغرب، ولكن المغرب ينفع روحه. المغرب عنده فريق الحقيقة وعنده لاعبين استثنائيين. يلعب في ريال مدريد، الراجل يلعب في ريال مدريد، واحد من الملاعبية. هي عندك فريق سامحني يلعب في المستوى العالي جدا. هذاك علاش نقول بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي سيكون مرة أخرى سفير الكرة العربية والإفريقية في المونديال هذا بكل تأكيد. وهم يتفائلون بمحمد وهبي اللي تحصل على مونديال الشباب، وربما على الأقل يطمحون المنافسة على